ولما نقول ان انتوا بتوع مواقع واحنا بتوع الواقع بترجعوا تزعلوا وتقعدوا تبكبكوا وتقولوا لنا ازاي ده ومش ازاي والكلام ده كله محدش يصدق بمعنى اصح. المهم خلاص خلصت رسمي والنادي الاهلي خد على قفاه رسمي واتغفل قدام الكل رسمي، ومحمد عدلان رسمي زملكاوي. دايما الزمالك في الهاند بول هو الخيار رقم واحد لاي لعيب في مصر سواء عدلان او بجاد. تعال احكي لك قصه عدلان ده. عدلان ده لعيب صغير في السن مواليد 2006، كان بيلعب في نادي طلائع الجيش، والنادي الاهلي راح اتفق مع طلائع الجيش ان هو عايز عدلان وعدلان ما كانش موافق. فالاهلي تم اتفاقه مع طلائع الجيش اتفاق ودي كده من غير ما عدلان يمضي. عدلان ما مضاش لان كانت وجهته الاولى والوحيده اللي عايز يروح ليها هي كانت نادي الزمالك، ونادي الزمالك بالفعل كان مقدم عرض ليه وطلائع الجيش ما كانش موافق بالعرض ده وكان موافق على عرض الاهلي. فالاهلي من غير ما ياخد الامضه بتاعت عدلان نزل خبر رسمي ان الاهلي تعاقد مع عدلان. يقوم اللاعب بعديها يطلع في فيديو ويوضح كل حاجه ان هو مش رغبته النادي الاهلي ومش عايز يلعب للنادي الاهلي وعايز يجي نادي الزمالك. وطبعا الاهلي اعلن اهو الاعلان الرسمي بتاع الاهلي لصفقه عدلان اللي هي في الزمالك دلوقتي. المهم الايام تلف تلف وعدلان يحقق رغبته الاولى والوحيده واللي نفسه يحققها طول عمره ان هو يلعب لنادي الزمالك. فمن الاخر كده عدلان اللي يشترينا نشتريه ونشيله فوق دماغنا العمر كله. تلعب عشاننا نموت عشانك بمعنى اصح. عدلان زملكاوي رسمي ومالناش دعوه بتوع المواقع، احنا بتوع الواقع. وبس كده، سلام.